في هذه الحلقة سنتحدث عن سلوكين اثنين يمكن أن يساهما في هندسة دواخلنا بشكل جيد للتغلب على الأعباء الإضافية التي يفرضها التقدم التكنولوجي على حياة الإنسان المعاصر. المسؤوليات الإضافية التي تظهر كلما خطى الإنسان خطوة نحو مزيد من التطور تجعلنا أكثر تعبا وتعاسة وفقدانا للسلام الداخلي. أسلوب الحياة المتسارع وفقدان التوازن بين احتياجاتنا الداخلية وتأثرنا بالعالم الخارجي من حولنا جعلنا نبتعد عن الهدوء والطمأنينة لصالح الانغماس في ضجيج لا ينتهي مع عدم مقدرتنا على التحكم به. هذا الشيء ساهم في المزيد من ضعف التركيز وقلة الإنتاجية وضيق الوقت. وعلى الرغم من امتلاكنا فضاء غير محدود من الفرص إلا أنها تضيع في زحمة المشتتات من حولنا. جميع البشر يسعون لأن يكونوا جزءا من العالم الجديد الذي فرضته التكنولوجيا. الإنسان الحديث لم يعد يكتفي بحياة تقليدية اعتيادية، بل يسعى لرقمنة كل شيء من حوله. سعيه الدائم هذا يقود به إلى كل السبل التي تساهم بانطفائه الداخلي وزعزعة الطمأنينة في روحه. إذن مع هذه الجرعة التي نداوم على اتخاذها كل صباح، كيف نعيد هندسة دواخلنا والتأقلم مع محيطنا دون السعي إلى تدمير الانسجام بين داخلنا الإنساني والعالم الخارجي المتسارع؟ أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نفهم أن ما يدور حولنا من تسارع عبثي هو نتيجة ما نصنعه نحن بأيدينا. التكنولوجيا ومرادفاتها لا تولد من اللاشيء، نحن من نصنعها، وبالتالي نحن من يقع على عاتقنا التحكم بها وليس العكس. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ أول طريقة لننجح في هندسة داخلنا كما نريد هي بفن الانتقاء العقلي أو الاختيار. ويكمن فن الانتقاء بالطريقة التي نختار بها وأسبابها ودوافعها، وهنا يمكن التمييز بين الانتقاء القائم على الاحتياج أو الانتقاء لمجرد الاستهلاك. خطورة الانتقاء القائم على الاستهلاك هي ما تدفع بنا نحو مزيد من التشتت الداخلي لاستهلاكنا الكثير من فائض كل شيء نصادفه، فائض الأخبار والأحداث والمواضيع والعلاقات وكل ما يخطر أو سيخطر على بالك مستقبلا، مما يؤثر بشكل عميق على رؤيتنا للحياة من حولنا، انطلاقا من تأثيرات الاستهلاك السلبي في عقولنا. لذلك فإن الانتقاء الإيجابي هو أول الخطوات نحو هندسة صحيحة لعقولنا. وهنا تذكر أن الاختيار هو القوة التي تحدد ذواتنا وتصوغ طريقة معيشتنا. أما الخطوة الثانية فهي بأن نصارع الاندماج العبثي، ولا نحاول ما استطعنا أن نكون جزءا من البيئة المحيطة بنا ونفعل ما يفعله الأكثرية. هنا لسنا نحن من يحدد كيفية الطريقة التي سنعيش بها، وإنما الآخرون، مما يرهقنا عقليا وروحيا. فإذا كنت من مواليد الثمانينات ولا تحب الانخراط في المجتمعات الرقمية، ليس عليك أن تبذل مجهودا إضافيا لتثبت أنك أفضل من جيل زد. فيما إذا كنت لا تفضل الاستماع إلى البودكاست، ليس من المطلوب منك أن ترهق نفسك بذلك، وبدلا عن هذا يمكن أن تقرأ كتابا أو تشاهد فيلمك المفضل. أختم معكم بأن أؤكد بأننا سنبقى جزءا من هذا العالم الذي يتقدم يوما بعد يوم، والحل ليس بأن ننكفئ على أنفسنا ونعيش في عوالم موازية، بل في أن نتعلم كيفية تهذيب اختياراتنا كمتلقين إيجابيين. إلى اللقاء.